ما تلاحظون إذا أتى يوم الجمعة والتفت الواحد منا إلى الجمعة الماضية قال: ما هذه السرعة؟ حقيقة إن السرعة الأيام والليالي أمر مشاهد يدركه الصغير والكبير، ليس شعورا نفسيا إنما هو حقيقي. تلاحقت الأيام والليالي، فيأتي الجمعة، تأتي الجمعة وإذا بها تلتصق مع الجمعة التي بعدها، وكأنما هو احتراق السعف كما قال عليه الصلاة والسلام: سرعة مخيفة للأيام والليالي. البعض منا يفرح بسرعة الأيام جمعة بعد جمعة حتى يقبض مرتبه، لكن نسي أنه يأخذ المال وقد خصم من عمره أكثر من 30 يوم. من يفرح بهذه الليالي التي رحلت والأيام التي ودعت إلا من كان مقيما على الطاعة؟ ولذلك أقول يا صاحب الجمعة التي التصقت الجمعة التي قبلها بها، وها هي الجمعة تهرب إلى الجمعة التي بعدها، فصارت الأيام كأنما هي ساعات. لن يسألني الله ولن يسألك عن سرعة الليالي والأيام والجمع والشهور، لن يسألنا لماذا تسارعت الأيام والأزمان، سيسألنا جل وعلا ماذا أودعت العمر من طاعة. لذلك أيها الأحباب، أنا لا أريد أن تعيشوا بعيدا عن التفاؤل، لكن أنا وأنت في سرعة الأيام ما يضرني بين الجمعة إذا كنت قد ختمت ختمة للقرآن الكريم، إذا كنت قد صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام آلاف، إذا كنت قد أصلي الفجر وأصلي الصلوات كلها جماعة، إذا كنت أتصدق وأبتسم وأصل. هذه الأعمار إذا كانت محملة بالطاعات لا يضرك تسارع الأيام والليالي. ما أجمل أيها الأحباب، ما أجمل مع تسارع الأيام والليالي أن نبدأ نرتب أعمارنا بما ينفعنا عند مولانا. أسأل الله جل وعلا أن يمد في الآجال على الطاعة، وأن يجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. قولوا آمين، ثم صلوا وسلموا على خير الورى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.